السلام عليكم، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحة لاباس؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكنتمنى أيضا أن الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله جبت معايا تشيز كيك خطير صراحة بالمذاق ديال المونغ، كيجي رائع بواحد الطريقة جديدة في البسكوي، كيفاش يجيكم هكا كروكون، كيجي مقرمش، كيجي في قمة الروعة، وكذلك واحد الكريمة أولا كريمة تشيز سهلة بمكونات بسيطة وكتجي كريمية وواقفة والمذاق ديالها خطير. وكذلك بيان سور غادي نحضروا لو جيلي ديال المونغ حتى هي بطريقه مبسطه. هاد تشيز كيك كما قلت لكم يعني فكره جديده وابتكار جديد، وسهل يعني في متناول الجميع، يعني يحضروا اي شخص غادي يحضروا، يعني ما كياخذ لكمش الوقت كتير، وكذلك حتى المقادير في متناول الجميع، وكذلك حتى التزيين تا هو كيجي المنظر ديالو راقي ولكن تزيين بسيط. بالنسبه لاغوسيت ديال هاد تشيز كيك، عندي باكيه ديال البسكويت ديال ماريا، طحنتو هكا، ما طحنوش مزيان يكون بودر، غير طحنوه وخليوه فيه شي طريفات يعني كيكون مهرمش. كذلك عندي واحد 200 مليلتر ديال الكريمه السائله، عندي 4 قطع ديال الفرماج يعني المربع، عندي مسكربون، 50 غرام ديال السكر كلاصي، وكذلك واحد الفاني. كندير واحد 3 المعالق كبار ديال الزبده كيذوبوا ليا، وغنضيف لهم 2 معلقات كبار ديال الزيت. الزيت علاش ضفتها؟ لانها كتعطي للبسكوي واحد القرمشه، كيجي بحال الكرامبل، كيجي رائع صراحه. غير جربوه وغتوليو دائما ملي غتحضروا تشيز كيك ديالكم غادي دائما غتستعملوا هاد الطريقه، وما كيقصحش لكم حتى البسكوي في الثلاجه. مهم من بعد ما كندير الخليط ديال الزبده والزيت كنبسبس داك البسكوي كامل. كما قلت لكم ان البسكوي راه ما طحنتوش يولي بودر، يعني خليو فيه طريفات كيكون هكا يعني غير مهرمش. كناخدو الصحن ديال التقديم اللي غنقدم فيه داك تشيز كيك، وكناخد اطار، انا خديت اطار ديال لي كيك اللي كيتحلو هكا في الجناب، يمكن لك تستعملي انت ان سيركل دائري يعني اللي متوفر عندك في البيت. كندير الطبقه الاولى ديال البسكوي، وكناخد واحد الكاس وكنتكي عليه هكا غير عشوائيا، ماشي ضروري يكون زعما مقاد، يعني كنتكيو هكا عشوائيا، خليوه يكون شويه يعني بلاصه طالعه بلاصه نازله، باش كيجي واحد المنظر كيجي زويون صراحه. المهم كنغطيه بواحد البلاستيك غذائي وغادي ندخلو الثلاجه. غنحضروا الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه ولا كريمه ديال تشيز، عندي واحد الورقه ديال لا جيلاتين كنرقدها هكا في الماء كما كتلاحظوا. غناخد اناء غادي ندير فيه 4 قطع ديال الفرماج المربع، يعني استعملت انا كيري. الا عندكم هكا فرماج هكا ديال الدهن استعملوا 2 معالق كبار ديال الفرماج ديال الدهن. غنضيف ليها واحد ساشيه ديال الفاني، وكذلك غنضيف ليها نصف علبه ديال جبن مسكربون، يمكن لكم تعوضوه بفيلادلفيا. وغادي نميلونجي هاد الاجبان هكا مع بعضياتهم. بالنسبه للجبن الا كنتو غتستعملوا تشيز كيك يعني حجم عائلي كبير ضعفوا المقادير. كذلك ضفت ليه ملعقه كبيره من الفرماج ناتوريل، او لا تستعملي بيرلي مسوس، يعني علبه واحده من البيرلي مسوس، وكتضيفيه وكتخلطي المكونات مع بعضياتهم. وغنضيف ليهم السكر، انا استعملت 3 المعالق كبار ديال السكر كلاصي، يعني 50 غرام ديال السكر كلاصي. غادي نميلونجي عفوا هاد الخليط مزيان حتى كنحصل على خليط كيكون كريمي كما كتلاحظوا. كنكون ديجا درت 50 غرام ديال الشوكولا بلون غيش، درتو في باماغي هكا يذوب ليا، وغادي نضيف ليه واحد معلقه كبيره ديال زيت المائده، وغادي نخلطو. وغنضيف ليه ديك ورقه ديال لا جيلاتين اللي رقدنا في البدايه ديال الفيديو، وكنحركو مع حدو باقي سخون باش يذوب ليا داك لا جيلاتين. وغادي نضيف هاد شوكولا غيش، وانا كنخدم الباتور كنضيفو يعني في دفعه واحده وانا خدامه بالباتور
كما كتلاحظوا الصراحة راه كيجي لوغو رائع صراحة، كما قلت لكم كيجي كريمي وكيجي خطير، يعني ما غاديش تشبعوا منه صراحة. المهم كنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم وغنحطو على جنب. غادي نطلع 200 مليلتر ديال الكريمه السائله، انا استعملت هولالا اللي استعملت، يعني كريمه كتكون حلوه كنطلعها حتى كتكون واقفه، وغنضيف ليها الخليط ديال الخليط الكريمي عفوا، او الخليط ديال التشيز كيك كنضيفو ليها هكا تدريجيا حتى كنميلونجي المكونات كاملين مع بعضياتهم كما واضح لكم في الفيديو. الصراحة كيجي لوغو زويون صراحة. يمكن لك تحضريه وتحطيه هكا تحتفظي بيه هكا في الثلاجة وتخدمي به حتى لي ميني تشيز كيك اولا، يعني كتجي كريمه زويونه تحضريها حتى في لي فيغين هكا تقدميهم، كيجي صراحه خطير كتجي هاد الكريمه ديال تشيز كيك. خديت حبه واحده من المونغ كنقطعها هكا واحد النصف ديالها وكنقطعو على شكل مربعات. غناخد المربعات اللي شويه صاينين غنحتفظ بهم لانني غنحتفظ للتزيين، وكذلك الطبقه الاولى اللي شفتوا هانتوما كما كتلاحظوا كناخد القطع ديال المونغ وكنديرهم غير في الجوانب فقط باش كيجيكم داك لو ديزاين ديال المونغ، كيبان لكم المونغ والكريمه ديال تشيز صراحه كيجي خطير صراحه، عطاه واحد لوغو زويون. المهم حتى كنقادهم مزيان، نحاولوا اننا ندير في الجوانب، وغادي ندير الكريمه ديال تشيز كما واضح لكم في الفيديو. بيان سور غادي نقادها ونصيبها وغادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي وغندخلها للثلاجه بما نحضروا لو جيلي ديال المونغ. بالنسبة للجيلي ديال المونغ وبيا كومبوت ديال المونغ كناخد الكسرونة وكندير داك النصف المتبقي ليا ديال المونغ، كنضيف ليه 2 معالق كبار ديال السكر لان اصلا عندي المونغ شويه حلوه، وغنضيف ليها نصف كاس ديال الماء، يعني كاس العنبه نصف كاس اللي ضفت. الا كان متوفر عندكم الليمون ديري عصير ديال ليمونه وحده وكتضيفيها وانتي كطحني هكا بالباطور الكهربائي حتى كنحصل على واحد لو بيغي ديال المونغ. غادي نديرو على نار مهيله حتى كيبقى يدير ليا دوك الفقاعات صافي وكنطفي عليه. ملي درتو فوق البوطه خديت واحد الورقه ديال لا جيلاتين ورقدتها حتى هي في الماء وخليتها باش تطلق. من بعد ما حيدت المونغ من فوق النار غادي نضيف ليه ديك الورقه ديال لا جيلاتين ما حدو باقي سخون، وبيان سور غادي نخلط مزيان باش يذوب ليا وفي نفس الوقت باش يبرد ليا. من بعد كنخليه واحد تقريبا واحد 5 دقائق نخليه حتى يبرد. بالنسبه للنكهه هذيك اضافه فقط، انا ضفت واحد النقيطه ديال النكهه ديال المونغ باش كيعزز لينا داك اللون وكذلك داك اللوغو ديال المونغ كيجي زويون. كنخليه على جنب واحد 5 دقائق يبرد ليا. كنجبد لو تشيز كيك من الثلاجه كنحيد ليه بلاستيك غذائي وغادي نكب هذا الخليط ديال المونغ من الفوق. بيان سور كندير ظهر ديال الملعقه وانا غاديه معاه هكا حتى كنكب داك الكومبوت ديال المونغ وبيان لو جيلي ديال المونغ وكنقادو مزيان بالمعلقه وغادي نغطيه وغادي نخليه في الثلاجه، يا اما نخليه يبات ليله كامله في الثلاجه وبيان غنخليه تقريبا واحد 6 ساعات في الثلاجه وديك الساعه نقدموه. من بعد ما بات ليا انا خليته ليله كامله، بات ليله كامله غادي نحيد هذا الاطار كما كتلاحظوا يعني كيتحيد بسهوله. بالنسبة للتزيين غادي نزينوه بالانصاف ديال المونغ. هانتوما كما كتلاحظوا داك لي مورسو ديال المونغ كيجيو زويونين صراحه. من بعد كنزينو بالانصاف ديال المونغ وبيان قطع ديال المونغ هكا كنت احتفظت بهم من قبل كما قلت لكم، وكندير لهم واحد هذا لي سوريز
استعملت لي سوغيز غوج، قطعتهم هادوك المعسلين، قطعتهم هكا مكعبات صغيورين ودرتهم هكا كتزيين يعني بسيط. كذلك زينته بالأوراق ديال النعناع كما كتلاحظوا. غنزينو كذلك بالورد البلدي. كتاخدوا الورد البلدي كيتباع يا إما بحال هكا يا إما كيتباعوا وريضات وكتفتحيهم. كذلك زينتو هكا بهاد الورد اللي كيكون بألوان مشكلة، بالصفار، كيكون بالزرق، يعني كيكونوا كيتباعوا عند صحاب الحلويات. وكذلك البيستاش، ديال البيستاش هرمشتو غير شويه، يعني كتلاحظوا ان كاينين الانصاف شويه صاينين، وكنزينوه هكا من النصف الاخر. وهذا هو الشكل النهائي ديال لو تشيز كيك. الصراحه كيجي خطير صراحه. يعني اللوغو ديالو كيجي زويون، حتى في التقطيعه ديالو ملي كتقطعوه ما كيصعبش عليكم على حساب البسكوي. كما كتعرفوا ان الزبده ملي كتدخل للثلاجه يعني كتجمد وكيكون البسكوي شويه قاصح. داكشي علاش قلت لكم عاودوا ضيفوا الزيت وكيعطيه حتى واحد القرمشه كتكون زويونه. هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال تشيز كيك بالمونغ. الصراحه كيجي خرافي صراحه، وكيجي خطير ورائع بديك الكريم ديال تشيز كيك وداك لو جيلي وبيا الكومبوت ديال المونغ والبسكوي حتى هو بحال استعملتي الكرامبل. كيجي في قمه الروعه. هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى ان هاد تشيز كيك بالمونغ ينال الاعجاب ديالكم، وانكم تشاركوا الفيديو مع احبابكم والاصدقاء ديالكم باش تدعم الفائده. ما تنساوش انكم ضغطوا على الجرس وديروا لي جيم باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. وبما ان الصيف على الابواب، كنبغيو هكا لي تشيز كيك يكونوا ساهلين واقتصاديين وباردين في نفس الوقت. يمكن ليك تقدميه مع طبق ديال لي فخوي هكا للضيافه. الصراحه راه كما كتلاحظوا راه كيجي راقي في المنظر ديالو وفي المذاق كيكون خرافي صراحه. كوني متيقنه انه اللي ذاقوه عندك واللي كلاه عندك ما غادي يخرج حتى يقول لك اعطيني لا غوسيت ديال هاد لو تشيز كيك. كما العاده غنخليكم وغادي نقول لكم شهيه طيبه وفرجه ممتعه.